السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا شباب وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبأحسن حال. معاكم عبد الله مصطفى، وعلى بركة الله هنبدأ حلقة جديدة. اربط الحزام، الرحلة مكملة. حلقتنا النهارده عن مشاعر سامة جدا، وهي الحقد. ساعات بنخلطه بالغيرة أو الحسد، لكن الحقيقة هو أخطر منهم الاتنين. يلا بينا نفهم إيه هو الحقد وبيجي منين وليه بيدمر صاحبه قبل أي حد تاني. الحقد هو كره عميق جدا جواك لشخص معين، ورغبة جواك مستمرة إنك تشوفه بيخسر أو بيتأذي، حتى لو ما كانش جواك مصلحة للموضوع. هو مش بس حسد على النعمة اللي هو فيها، ده بيبقى تخزين كراهية وغل جوه القلب. طب إيه أسباب الحقد؟ أول حاجة بيبقى ظلم أو أذى قديم، ممكن يكون حد وجعك فمعرفتش أو ما قدرتش تسامحه. رقم 2 المقارنة المستمرة، بتبقى شايف طول الوقت إن غيرك أحسن منك. رقم 3 ضعف الإيمان، بتبقى ناسي إن ربنا عادل وكده كده هياخد الحق. رقم 4 الكبر والغرور، مش قادر تستحمل إن في ممكن حد يتفوق عليك. رقم 5 حب الانتقام، بتبقى عايز ترد بأي شكل حتى لو ممكن تتأذي. طب إيه أثر الحقد؟ أول حاجة بيعملها إنه بيسمم قلبك وبيخلي حياتك مليانة بالتوتر. الحاجة التانية بيخليك مش عارف تفرح بأي حاجة حتى لو تخصك. رقم 3 بيبوظ العلاقات وبيخلي معظم الناس تنفر منه. رقم 4 بيبعدك عن ربنا لأن قلبك مش نظيف ومليان غل وحقد. طيب ايه هي طرق العلاج؟ اول حاجه التسامح والعفو، مش عشان الشخص اللي قدامك يستاهل لكن عشان قلبك يرتاح. رقم 2 الدعاء للناس بدل الدعاء عليه، دي ممكن تكون خطوه صعبه لكن مفعولها قوي جدا. رقم 3 افتكر عدل ربنا، كده كده حقك عمره ما هيروح، سيبه لله. رقم 4 انشغل بنفسك وطورها بدل ما تراقب غيرك. رقم 5 صحبه صالحه، اقعد مع ناس قلبها نضيف من جوه، هتاخد منهم وتتاثر بيهم. عرفنا مع بعض ايه هو الحقد وايه اسبابه وايه اثره وازاي نتعالج منه. طيب تعالوا دلوقتي هنتكلم في كام موقف حصلوا بالفعل يخلونا نفهم اكتر منهم ايه هو الحقد. اول موقف، واحد بيشوف زميله في الشغل يكون مثلا حقق نجاحات او وصل لنقطه مهمه، بدل ما يفرح او انه يتعلم منه بيقعد يتمنى له الفشل وبيفضل يتكلم عليه بالاشعاع. الموقف الثاني، واحده سمعت كلمه من سنين، اول ما تشوف الشخص اللي قال لها الكلمه دي تفتكر نفس الموقف تاني وقلبها يولع ويتوجع كأن الموقف لسه حاصل دلوقتي. الموقف الثالث، اخوات او اهل بيتخانقوا على ميراث، فجاه الموضوع يقلب بينهم لغل وحقد وقطيعه سنين. عامة الحقد نار، بس أول قلب بتحرقه هو قلبك أنت. ربنا في كتابه الكريم بيقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني الجنة عمره ما هتلاقي فيها لا غل ولا حقد. يبقى إحنا ليه نعيش في نارهم على الأرض؟ خلي قلبك صافي وسيب الحق لربنا، صدقني هتلاقي نفسك مرتاح مهما حصل. فك الحزام، الرحلة لسه مكملة. خلصنا حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنعمله. سلام.